النهارده يا شباب هنتكلم على الطريقة التانية اللي هتساعدك وهتسهل لك حصولك على تأشيرة كوريا الجنوبية في 2024، وتعتبر من الطرق السهلة طبعا اللي هتساعدك في نسبة قبول عالية وفي الحصول على التأشيرة، وهي معاهد كوريا الجنوبية. يعني باختصار انت رايح تدرس اللغة الإنجليزية في قلب كوريا الجنوبية. تعالوا نعرف طبعا كل التفاصيل الخاصة بالمعاهد ديت وازاي هتساعدنا في الحصول على التأشيرة. بس الأول يا ريت نكمل الفيديو للآخر وما ننساش الاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. كنا قبل كده اتكلمنا عن تأشيرة كوريا الجنوبية، وهي التأشيرة السياحية وازاي نقدم عليها وايه هي الخطوات والاوراق اللي هتطلب منك بالظبط، ودي تعتبر الطريقة الاولى للحصول على التأشيرة. تعالوا بقى نعرف الطريقة التانية اللي محدش هيكلمك عليها ابدا، وهي الطريقة يا جماعة تعتبر مناسبة للجميع، خصوصا لو انت معاك اي شهادة، يعني معاك شهادة ثانوية، معاك شهادة جامعية، تقدر تقدم على التأشيرة ديت. والتأشيرة ديت يا جماعة اسمها تأشيرة الدراسة وتعلم اللغة الإنجليزية في قلب كوريا الجنوبية، وبتسمح لك حسب المدة اللي انت رايحها. يعني انت مثلا حابب ان انت تروح تدرس مدة 4 أسابيع، مدة 6 أسابيع، وحسب طبعا المدة ما بتكبر تكلفة الدعوة اللي هتجيلك طبعا من المعهد ديت هو اللي بيقدرها. يعني مثلا انت ما تكونش رايح 4 أسابيع، مثلا بتختلف عن 6 أسابيع، فالتكلفة المعهد بيقدرها لك بالدولار يا جماعة. بتشوف الخطاب الدعوة المعهد دوت انت مدة دراستك هناك 4 أسابيع مثلا هتكلف معاك قد ايه، 6 أسابيع هتكلف معاك قد ايه، فانت اللي بتختار. يعني باختصار كده المعاهد ديت يا جماعة بتوفر لك خطاب دعوة. خطاب الدعوة دوت بيساعدك في الحصول على التأشيرة، والميزة اللي فيها ان اي حد معاه اي شهادة سواء ثانوية او جامعية يقدر يقدم عليها، خصوصا الناس اللي حابة انها تتعلم اللغة الانجليزية هناك، وهي معاد اساسا لتعلم اللغة الانجليزية، وانت اللي بتحدد المدة وزي ما ذكرناها قبل كده يا جماعة. تعالوا الأول نعرف إزاي نجيب خطاب دعوة من أي معهد كوري، وإيه هي المعاهد المعتمدة اللي هتساعدك طبعا في الحصول على النقطة ديت. أنت بتختار عن معهد أنت حابب تكمل فيه دراستك للغة الإنجليزية، وزي ما قلنا بتحدد المدة اللي أنت عايزها حسب الفلوس اللي معاك، وبتدفع ثمن الدعوة ديت أو الخطاب أو المدة برضه أيا كانت. أنت بتدفع الثمن للمعهد، بعد كده المعهد بيعمل لك خطاب دعوة. الخطاب الدعوة ده اللي هيساعدك إن أنت تقدر تقدم على تأشيرة كوريا الجنوبية في قلب السفارة، بجانب طبعا شوية أوراق هنتكلم عنها برضه. بس الأول لازم نعرف إن هتكون تكلفة التأشيرة $60 أمريكي، التأشيرة السياحية $40. أما التأشيرة ديت هيكون تمنها لأن تأشيرة دراسية هيكون $60 أمريكي، والرد بيجي لك بعد 15 يوم بالظبط. تعالوا بقى نعرف بقية الأوراق اللي هتطلب منك بجانب طبعا خطاب الدعوة. هيكون معاك جواز سفر ساري، وجواز السفر الساري دوت يكون فيه مدة على الأقل 6 شهور. تاني حاجة صور شخصية حديثة أو صورة شخصية حديثة ما يكونش مر عليها 6 شهور برضه. بجانب هيطلب منك طبعا الخطاب اللي احنا اتكلمنا عنه الخاص بالمعهد. بجانب برضه هيطلب منك آخر مؤهل اتكلمنا فيه، برضه يكون مؤهل ثانوي، يكون مؤهل جامعي، ويكون موثق طبعا من الخارجية عندك في قلب البلد اللي انت منها. يعني لو انت مصري، انت جزائري، سوري، اي جنسية ايا كانت، لازم طبعا توثق الشهادة دي. برضه هيطلب منك في التأشيرة ديت حساب بنكي لآخر 6 شهور عشان تأكد لهم ان انت فعلا تقدر تصرف على نفسك خلال المدة اللي انت هتقضيها. يعني انت مثلا رايح تدرس اللغة 4 أسابيع، 6 أسابيع، ايا كانت المدة، يكون معك حساب بنكي يغطي مصاريفك هناك. بعد كده بتعمل حجز طيران مبدئي. هنا شرطين: حجز طيران مبدئي لغاية اما تاخد طبعا التأشيرة. ففي حالة حصول على التأشيرة اللي هتجيلك إن شاء الله بعد 15 يوم وتكون ثمنها $60، من حقك إن أنت تدخل بلد هناك. التأشيرة ديت برضه زيها زي التأشيرة السياحية، مجرد إن أنت تدخل البلد هناك ممكن تقدم بيها عادي لجوء، وإحنا عارفين إزاي نقدم لجوء عشان تقدر تاخد إقامة هناك في قلب البلد وتقدر تشتغل. واتكلمنا قبل كده عن خطوات الشغل هناك برضه يا جماعة في الفيديو اللي فات، عشان كده أنا حبيت إن أنا أتكلم عن الطريقة ديت بإيجاز. حبيت إن أنا أقدم لكم طبعا كل حاجة عنها. الناس اللي هي حابة إنها تدخل كوريا يا جماعة ومش قادرة تقدم على التأشيرة طبعا اللي هي التأشيرة السياحية، دي طريقة تانية، هي التأشيرة الدراسية، وبتساعدك إن أنت تتعلم اللغة الإنجليزية هناك في قلب البلد. وأنا هسيب لكم أهم المعاهد في قلب صندوق الوصف اللي أنت تقدر تتواصل معاها، وطبعا تشوف المدة اللي أنت حابب تدرسها وتكلفتها قد إيه. وبناء على خطاب الدعوة أنت بتجهز الأوراق ديت وبتطلع على السفارة وبتقدم على التأشيرة. ودي كل حاجة خاصة بطريقة النهاردة. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تناسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.